تعالوا اقول لكم ازاي عملنا روبوت مايكرو ماوس بيقدر انه يحل المرايه لوحده، وخدنا بيه مركز تاني في مسابقه اي تريبل اي. اول حاجه كنا محتاجين نعملها طبعا هو الديزاين، والديزاين ما كانش سهل لان احنا كان مطلوب مننا نعمل روبوت حجمه ما يزيدش عن 14 سم في 14 سم. فلما عملنا سيرش لقينا ان في مواتير اسمها ان 20، المواتير دي حجمها بيكون صغير وقررنا ان احنا نشتغل بيها. بعد كده كان مطلوب مننا نعمل ديزاين البي سي بي، واحنا كنا حابين نعمل ان الروبوت ذات نفسه هو يكون البي سي بي. عملنا اول بي سي بي وللاسف طلع فيها مشكله، واضطرينا ان احنا نعمل بي سي بي تانية، ودي كده كانت البي سي بي التانية، والحمد لله بعد ما عملناها اشتغلت، بس للاسف الفرحه ما كملتش. فجأة بعد ما كل حاجة كانت شغالة الاس بي تتحرق واشتري واحدة تانية وتتحرق برضه، وقررنا ان احنا ننسحب من المسابقة. وبعد ما هدينا شوية وقبل المسابقة بيومين بالظبط قررنا ان احنا هنجرب كمان مرة، ولو ما ظبطتش المرة دي فاحنا خلاص هننسحب بجد. ودخلنا عملنا دايرة تانية وحرفيا غيرنا كل الحاجات اللي كنا شغالين بيها، واشتغلنا بحاجات تانية خالص ما كناش ناويين نشتغل بيها خالص من اول المسابقة. وهنا بقى كانت ليلة المسابقة وكنا خلاص مش لاحقين نخلص الشغل، وفضلنا بايتين في الشارع طول الليل. وبعد ما عملنا اخر بي سي بي واتاكدنا ان كل حاجة شغالة ما عادش فاضل عندنا غير الكود، وحرفيا كان باقي على المسابقة اقل من 5 ساعات. كتبنا الكود وعملنا للكود ابلود في العربيه، وحرفيا كانت اول مره نجرب الكود وقت المسابقه، والحمد لله كنا من احسن الروبوتات اللي نزلت، وربنا كرمنا وكسبنا مركز تاني مركز كسب معانا النهارده وهم اكسلريت. حقيقي كانت تجربه حلوه جدا، اتعلمنا فيها حاجات كتيره، واهمها ان مهما يحصل معاك خليك واثق ان ده الخير ليك، وان الحاجه اللي مزعلاك دلوقتي دي اكيد ربنا كاتب لك بيها خير.